السلام عليكم. اليوم غنقدم معاكم لي كريب معمرين بواحد الحشوه بنينه واقتصاديه كيجيو فنين. كناخدو واحد 250 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات، كنديرو في واحد الاناء، كنضيفو ليه جوج ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ، يكونوا ما يكونوش باردين في الثلاجه. كنضيفو ليهم نصف لتر من الحليب، كنضيفو كلشي في دقه واحده، وكنزيدوا ليهم 2 معالق كبار من الزيت العاديه. الا بغيتو ديروا الزبده كديروها، انا ما استعملتش الزبده، درت غير الزيت 2 معالق منهم. كنضيفوا شويه ديال الابزار، كنضيفوا شويه ديال الملح، وكنضيفوا شويه ديال الزعتر، كنحكوه بين يدينا بحال هكا باش كنسمو. ممكن تعوض الزعتر بالقزبر ومعدنوس، لكم الاختيار. كنضيفوا واحد شويه ديال الجبن، 2 فرماجات. كنبقاو خلطو مزيان الخليط ديالنا، ومن بعد كنديروه في الخلاط الكهربائي مولينيكس، وكنبقاو نطربو فيه مزيان حتى كنشوفوا الخليط ولا متجانس بحال اللي كنصايبوا البغرير. كنبقاو نخلطوه مزيان حتى كنشوفوا ان الخليط راه متجانس لينا. ديك الساعه صافي كنحطوه في واحد لو بول، وكنغطيوه وتنخليوه انه يرتاح واحد المده ديال 30 دقيقه او اكثر. وما كل ما خليته يرتاح كل ما مزيان. كنبداو دابا نصايبوا معكم الحشوه ديالنا. كنديروا واحد 2 ديال البصلات، كنفرموهم مزيان في هاد الاشوار، والوصفه غنحطها لكم بالتفاصيل في صندوق الوصف. ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه الا كنتو باقي ما اشتركتوش. وكنستمروا هكا باش كنفرموا كاع الخضر اللي عندنا. انا غادي نوريكم. عندنا هنا الفلافل بالالوان، الفلفله الحمراء والفلفله الخضراء، حتى هي كنستعملوها في هذه الحشوه هذه. الحشوه اختياريه، يمكن لكم تضيفوا او تنقصوا اي حاجه. عندنا القرعه الخضراء حتى هي كنحكوها في شي حكاكه، وخيزو حتى هو كنحكوه في شي حكاكه. كناخذوا قطع من صدر ديال الدجاج حتى هما. كنديروا البصله والفلافل الالوان يتشحروا مزيان على واحد العافيه مهيله. من بعد ما كيتشحروا لينا كنضيفوا صدر ديال الدجاج، كنبقاو نشحروا فيه حتى هو حتى كنشوفوا ان صدر الدجاج بدا كيطيب. من بعد كنضيفوا ما تبقى من الخضر. هنا ضفت واحد الرشه ديال الزعتر، ضروري الزعتر للتنسيم كيعطيها واحد المذاق زوين. كنضيف قزبر ومعدنوس اللي عندي ديجا في المجمد. كنضيف العطريه، الكركم، الابزار، سكينجبير، شويه التحميره، شويه ديال الملح. وكنضيفو هنايا القرعه الخضراء اللي محكوكه وخيزو محكوك، والجبن 2 قطع ديال الجبن اولا الجبن اللي عندكم، الفرماج احمر محكوك اللي بغيتو، وحتى هاد الفرماج ديال الساندويتش الا عندكم ضيفوه. يعني هي الجبن كيعطي واحد التعليكه زوينه، غير ضيفوا الجبن وما تخموش. هنا كنديروا معلقه ديال الخليط ديال الكريب، وكنتسناو بحال هكا في واحد المقله اللي تكون ما كتلصقش، المقله اللي خاصه بالبغرير ما كتلصقش لينا. كندهنوها شويه بالزيت ولا شويه بالزبده، غير شويه، وكنبداو نطيبوا فيها لي كريب ديالنا بحال هكا، وكنبقاو ندوروا شويه بشويه باش كياخذوا لنا اللون وكيتحمروا مزيان. ها هي اول وحده صايبتها معكم، وكنبقاو هكا مكملين حتى كنكملوا لي كريب ديالنا كاملين. راه الوصفه ناجحه 100% ديال الكريب اللي عطيتكم، راه ما كيتلصق ما حتى شي حاجه. كندهنوا المقله غير المره الاولى، من بعد ما كنبقاوش ندهنوها. دابا غنبداو نعمروا لي كريب ديالنا بالحشوه. كنديروا هاد الحشوه اللي صايبت معكم ديال الدجاج والخضر، كنديروا الفرماج ديال الخاص باللي ساندويتش، وكنجمعوا الكريب ديالنا بالطريقه اللي بغينا. انا جمعتهم على شكل مربع، نتوما تقدروا تجمعوهم على اي شكل بغيتو. وكنديروهم في مقله ما يكون فيهم لا زيت لا حتى شي حاجه، غير نحطوهم فوق المقله غير يشدوا لنا شويه اللون، وكنحيدوهم في ساعه. راهم دغيا كيوجدوا زوينين بزاف. بحال هكا كنبقاو مستمرين حتى كنكملوا كاع الكريب اللي عندنا.
وكنحطوهم على الجهه اللي طوينا فيها الكريب باش كتسد لينا مزيان. صافي بحال هكا كنبقاو مستمرين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكريب ديالنا. كنتمنى تجربوا الوصفه ديالنا، راه تيجيو بنانين بزاف، خصوصا بالحشوه ديال الخضر وكيبغيوهم الدراري الصغار. وكنتمنى تشتركوا في القناه الا عجبتكم الوصفه، وتخليوا لي جيم وشي تعليق زوين.